بعد ما نزلت اخر فيديو هنا على القناه، اكتر الكومنتات اللي كانت بتجيلي وهي ان اشرح انيميشن للنصوص. وفي الفيديو ده هشرح معاكم اكتر من شكل مختلف لانيميشن للنصوص قادره انها تنقل شغلك في حته تانية. بس كده، وقبل ما نبدا يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات، ولو عجبك المحتوى تعمل لايك واشتراك في القناه علشان نوصل 4000 مشترك. وبس كده، وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. اول حاجه، بعد ما تكتب النص بتاعك هتضغط على النص، تأثيرات، اضافه تأثير، وتيجي عند نص وتختار تحويل النص، اعدادات قياسيه، خش عند النطاق، تنزل عند انهاء، ضيف كي فريم، وتيجي في الاخر وتخلي الكي فريم 0. بعدين تعمل له الجراف ده. بعدين تنزل تحت التحويل وحرف دي تخليها كلمة، والإزاحة دي تنزل عند الواي وتخليها 90. تنزل تحت ألف دي تخليها -1000، وتنزل عند دي وتخلي دي 100 ودي -100 ودي 450. وبس كده. بعد ما تكتب النص بتاعك هتدخل على النص، تأثيرات، إضافة تأثير، وتضيف تأثير تحويل النص برضو، تفتح نطاق، وهتيجي تضيف كي فريم في عند انهاء، وتيجي في الاخر برضو وتضيف كي فريم وتخليه 25، وتعمل شكل الجراف دوت. بعدين تنزل عند التحويل وتسيبها زي حرف زي ما هي، تنزل عند الواي وتخليها -75. بعدين تنزل عند ألفا دي وتخليها -1000 برضو، وتنزل عند دي وتخلي دي 100 ودي -100، وتاخد دي تخليها 500. وبس كده. بعد ما تكتب برضو النص بتاعك هتدخل على النص، تأثيرات، إضافة تأثير، وتضيف برضو تأثير تحويل النص. بعدين تخش عند نطاق انهاء وتضيف كي فريم في البداية وكي فريم في النهاية وتخليه 25. بعدين تعمل لهم برضو نفس الجراف، وتنزل هنا تخلي دي كلمة، والإزاحة ديت هتروح عند اكس وتخليها 75، وألفا دي هتنزل عندها وتخليها -1000 برضو، وتيجي عند دي وتخلي دي 100 ودي -100 وتخلي دي 500. وبس كده. بعد ما تكتب النص بتاعك برضو هتخش على التأثيرات، وفي التأثير تنزل عند نص، تقدم النص، وتنزل عند انهاء وتضيف كي فريم وتخليه 0، وتيجي في الاخر تضيف كي فريم وتخليه 100، وبعدين تعمل شكل الجراف دوت. وبس كده. ولو عايز تضيف ليها الاشكال اللي هي دي، ممكن تضيف ليها اي واحدة تعجبك، دي او دي زي ما انت تحب. بعد ما كتبت النص هنخش على التأثيرات، اضافة التأثير، ونجيب تحويل النص، وهنخش على نطاق انهاء نضيف كي فريم، نيجي في الاخر نضيف كي فريم ونكتب ونخليها 40، ونعمل برضو الجراف. وننزل تحت تحويل هنخليها كلمة، والواي هنخليها -55، وهننزل عند ألف هنخليها -1000، وهننزل عند دي ونخلي دي 100 ودي -100 ودي برضو هنخليها 500. وبس كده. بعد ما تكتب الرقم بتاعك هتخش على التأثيرات، ضيف التأثير، تنزل عند نص وتعمل عد تصاعدي والعد السريع. وبس كده. كده هيعدل الرقم اللي انت كتبته. لو عايز تقرب الكي فريم من بعض عادي قربها من بعض. وبس كده. بعد ما تكتب النص بتاعك هتدخل على التأثيرات، تضيف التأثير وتبحث على تأثير مسح. بعدين هتيجي عند بدء وتضيف كي فريم في البداية، كي فريم في النهاية، والكي في النهاية هتخليه 0، واللي في البداية هتخليه 100. بعدين تنزل عند الريشة دي وتخليه 4، وتيجي عند بدء دي وتعمل لها الجراف دوت. وبس كده.
بعد ما تكتب النص بتاعك، بس النص ده لازم يكون بالانجليزي. هتيجي تخش على التأثيرات، اضافة تأثير، وتجيب تأثير تحويل النص، وهتنزل عند نطاق، وتيجي عند انهاء ديت وتضيف كي فريم وتخليه في 0، وتيجي في الاخر تضيف كي فريم وتخليه 100، وهتيجي تنزل عند التحويل، ودي هنخليها كلمة، ونيجي ننزل عند ألفا وهنخليها 1000، وبس كده. دي النتيجة. بعد ما نكتب النص بتاعنا ندخل على التأثيرات، إضافة تأثير، ونجيب تأثير مسح، ننزل عند إنهاء ونضيف كي فريم ونخليه -20، وتيجي مثلا في نص الطبقة كده وتضيف كي فريم وتخليه 100، وبعدها ترجع 15 فريم وتطلع عند بدء وتضيف كي فريم وهتخليه 20، وهتيجي في النهاية وهتخليه 100 كي فريم تاني وتخليه 100، بعدها تيجي تنزل عند ريشة تخليها 40، وبس كده. دي النتيجة. ولو عايزه يبقى أبطأ معاك فهتسرع شوية كده. ولو فضلت الكلمة دي مكتوبة فهتيجي تدخل على خلط وتعتيم وتضيف كي فريم، وتضيف في الآخر تضيف كي فريم وتخليه 0، وبس كده. بعد ما تكتب النص هتيجي تنسخه مرة، تعمله طبقة مكررة، وتعمل طبقة مكررة تاني، تيجي عند الأولى اللي فوق خالص وتمسح الكلمة الأولى، وتحاول تظبطها مكانها زي ما كانت كده، وتيجي عند الطبقة التانية وتمسح الكلمة دي، وبرضو تحطها مكان الكلمة بتاعتها بالظبط كده، وتيجي عند الطبقة الأولى اللي تحت خالص تمسحها. هنيجي بقى نبعد الطبقة التانية ديت، مثلا 20 فريم كده، ونيجي عند الطبقة دي اللي هي أول كلمة تحريك تحويل ونضيف كي فريم ونبعده شوية، نبعده مثلا 30 فريم، ونيجي ننزل فيه، نخش على الجراف ونضغط هنا ونضغط هنا ونعمل الجراف ده تكون بالشكل ده، هتكون سريعة. فهنيجي نبعد الكي فريم التاني مثلا 30 فريم كمان تكون بالشكل دوت. تمام. هنخش برضه على نفس الطبقة تحريك وتحويل الجراف وننسخ الجراف دوت، ونيجي نعمل نفس اللي احنا عملناه في الطبقة الأولى، هنيجي نضيف كي فريم ونخليه بعد دقيقة مثلا وننزل تحت شوية، نعمل لصق للجراف، وبس كده. وبكده الانيميشن يكون اتعمل معاك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ياريت لو عجبك الشرح متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد. سلام.